عشان دي الأكلة الشعبية الرسمية في جميع المناطق الشعبية، جايبين لكم مطعم جميل جدا بيقدمها بطريقة مميزة جدا، والممبار عنده بلدي وأكترية الأكل عنده بلدي ودوني. ويلا بينا نبتدي الأكل، ولا أقول لك تعالى أوريكم الأكل بيتعمل إزاي. أول حاجة بيتسلق كده، وبعد كده بينزل في شوية زيت حلوين كده ويحمرهم تحميرة خفيفة عشان الزيت ما يمسكش فيهم، عشان يقدم لك شوية أكل محمرين على الرايق. واي حاجه وكل حاجه عندهم، من المسلوق للمحمر والضاني كمان موجود، اطلب زي ما تحب. ولو وصلت لهنا يبقى انت بتحب الاكل واعمل لهم طبعا، ومتنساش تصلي على النبي. واول حاجه هبتدي بيها شوربه الكوارع اللي كانت دسمه وجميله جدا، والفته من عندهم بعد الطشه كانت في حته تانية خالص. والفرق ما بين حد حابب الشغلانه وحد شغالها وخلاص، ان اللي حابب الشغلانه بيقدم لك الحاجه مظبوطه ومعموله كما يجب ان يكون. وحابب اقول لكم ان الحاجه مسلوقه ومظبوطه والسوا بتاعتها فوق المظبوط، يعني اللسان من عندهم عالمي جدا، والمخ في حتة تانية خالص لانه ضاني، والممبار كمان كان فيه ضاني فطعمه جميل جدا. حتى الكرشة ما كنتش باكلها، قال لي جربها وعجبتني. وفعلا كل ما عاوز اكل الاكلة ديت ممكن اروح للمصمت دوت، والمصمت دوت اسمه ابو يوسف بجوار حي حدايق القبة.